عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفات مولات الدار. جيت نشارك معكم اليوم وصفة باستيشيو، ممكن ديروها للغدا ولا العشاء. وصفة مشبعة واهم حاجة انها كتجي معلكة وخطيرة، وكيف ما عودتكم سهلة وبسيطة بمقادير اللي موجودين في اي دار. الى عجب بنينه، خصوصا هاد البصله الخضاريه فراه كتجي فيها زوينه بزاف. انا درت غير نص ديال البصله، ماشي بصله كامله، وبصله صغيره. ايوا غادي ندوز هنايا باش نطيبها. درت في المقله الزيت، درت الخليط ما بين البلديه والروميه غير شويه. ايوا وغادي نشحر البصله مع شويه ديال المليحه، تطيح ليا غير شويه، ماشي تطيب غير تطيح شويه. وديك الساعات نضيف الدجاج ونضيف التوابل. فمن الافضل الدجاج يكون ديجا مرقد واحد الساعه ولا ساعتين على الاقل، كيجي احسن. ما هذه وجبه اللي ممكن ديريها في اخر لحظه. الا كنتي خارجه ولا كان عندك شي نهار شارجي بزاف، فراه دغيا 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 كتوجد. ايوا ما نخفش على البصله، مره مره نحركها.
ايوا انا ضفت الدجاج، ضفت معاه هنايا الثومه، وكنقلي في الفريت في الجانب الاخر. كنقلي في الفريت، فما شاركتوش معكم لانه كلشي تعرف يقلي بطاطا. مهم العطريه العاديه اللي كنديروا: الملحه، البزار، الكركم اللي هو الخرقوم بلدي، شويه ديال التحميره، فديروا الموطاد حتى هو كيجي معها، انا غير نسيتو، الربيع، ثومه. ايوا ها هي الفريت، وريتكم غير قيطه صغيره بانني راه كنقلي في الفريت. ايوا وغادي تبقى تقلبي فيها مزيان، وجهدي النار شويه باش الدجاج ما يطلقش الماء ديالو، وإلا طلق الماء فراه غادي تزيدي ليه التشحار، ما غاديش يطيب، يعني غادي يشد الطياب بزاف وغادي يجي قاصح. حنا بغينا يجي فتي. ايوا درت هنايا باش ندير لاصوص بيشاميل. فالقاعده ديال لاصوص بيشاميل هي نفس الكميه ديال الزبده نفسها ديال الدقيق. فانا درت هنا 50 غرام ديال الزبده و50 غرام ديال الدقيق، اللي هو معلقه تكون 2 معالق ديال الدقيق، والزبده فرا معلقه اللي عامره بزاف. مهم كنحرك داك الزبده من بعد ما كتذوب، كندير معاها داك الدقيق، وكنبقى نخلط مزيان باش ما تحرقش ليا، وخاصني ما نضيف الحليب حتى كتبان لي اللون ديال الدقيق ولا بحال الكراميل. فراه كيطيب الدقيق في ديك اللحظه وكتجي بنينه بزاف. هذه هي الوصفه الاصليه ديالها. ونص لتر ديال الحليب، انا هنايا درت غير قل من نص لتر ديال الحليب، فراه جاتني عاقده بزاف، زياده انني خليتها حتى بردات. فراه لاصوص كتبغي دار وهي باقا سخونه. مهم فكتبقاو تحركوا، كتضيفوا ليها الملحه، البزار، الكوزه الا كانت، فانا ما كانش عندي. هانتوما شفتوا تقات ليا لاصوص. ايوا ديروا النصائح اللي قلت لكم. ايوا صافي، هادو كتبقاي تحركي وتضيفي الحليب شويه بشويه، كتبقاي تحركي حتى كدير دوك الفقاعات، كتبقى تبقبق كيف كنقولوا صافي كتكون ناضيه واجده. ايوا كاخر حاجه غادي نضيف هنايا رشيشه ديال الزعتر. ويمكن لكم ديروا الفرماج، فانا ما درتش الفرماج حيت متوفرش عندي. فمره اخرى غنديرها لكم ان شاء الله بنكهات اخرين، باشكال اخرى. وهذه هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت. فراه كتجي واعره وكتجي معلكه، فراه بلا فرماج وكتجي معلكه. ما بالك الا كان معها دي فخوماج، فراه كتجي ناضيه بزاف. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه. وشكرا لكم بزاف، ونشوفكم في فيديو جديد.